السلام عليكم. وفاة 19 فتاة في حادث مروع على الطريق الإقليمي. 19 بنت من مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية توفاهم الله وهم راجعين من شغلهم وكانوا راكبين ميكروباص، وطبعا ده كله على الطريق الإقليمي. وبيقولوا إن الطريق ده خطر جدا، بيحصل فيه حوادث كتيرة جدا في الفترة الأخيرة. المهم بقى إن هم كانوا راجعين من الشغل وراكبين الميكروباص، اتصدم بيهم عربية نقل كبيرة. وكل شهود العيان اللي كانوا موجودين في أثناء الحادثة قالوا إن سواق العربية النقل كان بيجري وبيتهور وبسرعة جنونية جدا، وهو في الأصل أصلا كان نايم جوه العربية. لأ، وكمان إن بعد ما اتصدم بيه الميكروباص قرر إنه يهرب وبدون تردد، ولكن وزارة الداخلية قدرت إنهم يلاقوا السواق وقدرت تحدد مكان اختبائه، وبالفعل الشرطة نجحت في القبض عليه وتقديمه للعدالة. وأما بقى بالنسبة للفتيات فسرعان ما اتحركت عربية الإسعاف ونقلت كل الجثث والمصابين إلى المستشفى. وأما بقى بالنسبة لأهالي الضحايا كانوا بيقولوا إن البنات كل يوم بيروحوا الشغل ويوميتهم 130 جنيه، وأكبر واحدة من الضحايا عندها 22 سنة، ويعني في واحدة منهم كانت هتتجوز في شهر 9، ولكن إن شاء الله عروسة في الجنة. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر أهليهم إن شاء الله.